السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانين ومهنين ومرتاحين. اليوم ان شاء الله عندنا جوج ديال لي غوسيت. عندنا هاد الفلفله هادي اليابسه، وعندنا وحده بهاد الفلفله هادي الطريه. بالنسبه لهاد الفلفله هادي غادي نغسلوها ونقطعها، وبالنسبه لهادي غادي نغسلها حتى هي، نحيد لها ديك الزريعه وداكشي نديرها تسقطر. وبالنسبه للتمر هندي حتى هو عندنا في هاد لي غوسيت. غادي تا ناخذ واحد الكميه بعد غادي نقولها لكم، وغادي نديرها في الزاك، وعاد باش نرجعوا لا غوسيت الكماله ديالها كيفاش دايرين ان شاء الله. وبالنسبه لهاد الفلفله هادي غادي نشويها كلها، غنشوي حتى هاد الفلفلات هادو. وعندي هنا عندي كيلو ديال الفلفله، ومع هذا 3 حارين، وحتى هاد الخضرين راه حارين. هادي راه فلفله ديال 100%. المهم هنا عندنا 4 ديال الطريصات الثومه، دي 2 المعالق ديال الكمون، وعندنا داك التمر هندي. شوف هو من بعد ما بات ليله كامله كتشبو كتبقاو تمعكو فيه حتى كيولي لكم. هذا هو واش غادي نطحنوا ان شاء الله. هاد الفلفله وهذا العظام ديالو، شوف داكشي اللي حيدت منه صافي. المهم انا دابا غادي ندير الفلفله تشوى وغادي نكمل الباقي. بالنسبه لهذوك الفلفلات هادو اللي ما يمكنش يتشواو باش يتقلاو هما الكمون، شويه ديال الزيت غنخليهم واحد شويه غادي يتقلاو وغادي نكملهم. شوفوا راه نفس الماكينه يعني ما غسلتهاش، خويت هذاك دوك المزيودات اللي قليت مع الكمون. غادي نزيد الثومه، غادي نزيد هذا التمر هندي، لان التمر هندي هو باش غادي نطحنوا. بسم الله. دابا غادي نقي الفلفله، هي مازال ما نقيتهاش، غادي نبقى نقي ونحط هنايا حتى نسالي الكميه كلها. عاد باش غادي نطحنها ان شاء الله. صافي دابا هي ساليته، بسم الله غادي نطحنها. وهاهي الفلفله من بعد ما طحنات، شوفوا اللون ديالها شحال زوين، طالعه منها واحد الريحه هائله ما شيتكم فيها. انا دابا غادي نصفيها. بالنسبه لهذوك النقيطات راه ديال داك الشويه ديال الفلفله هو اللي كيخلف هذوك النقيطات، ولكن الا سلقتوها راه كيكون اللون ديالها يعني عادي، ما فيها حتى شي حاجه من داكشي، ولكن بجميع الحالات كتجي زوينه بزاف. انا غنديرها دابا تصفى هنا ونكملوا ان شاء الله الباقي. بالنسبه للفلفله هذه حيت ليها الزريعه، حيت لها ديك النبته ديالها وغسلتها مزيان وخليتها كتسقطر ليله كامله وهي كتسقطر. هذه دابا غادي نديرها في الزيت وغادي نقليها ياك. هنا بالنسبه لداكشي اللي معاها عندنا هنايا 3 الوريقات درانت، وجوج دريسات ديال الثومه، وجوج معالق ديال الخل، وواحد شويه ديال الملحه. انا غادي نقليها ونطحنها ونرجع معكم. شوفوا هنا عندي واحد الكاس ونص ديال الزيت، وغادي ندير الفلفله باش غادي تقلر، غير كتقلع ما تخليوها تحرق. ندير نص ديالها غادي تقلى، يعني تبقاو تحركوا فيها هكا باستمرار، ما تخليوهاش تحرق باش يجي اللون ديالها احمر زوين، ما يجيش اللون ديالها محروق. انا ملي غادي تقلى هذه غادي نحملها وغندير داك اللي بقى لي، انها هو باقي شتي ما درتهاش كلها. باش الفلفله خفيفه، الرابعه راه تكون كثيره. ودابا من بعد ما ساليتها قليتها خليتها بردات واحد شويه، ودرتها هنا وزدت عليها واحد 2 كيسان ديال زيت الزيتون، وغادي نطحنها ان شاء الله. ممكن نطحنوها حتى في شي ربو اخر من غير ديال العصير. ودابا غادي نخويها في هاد كاس، هاد الزلافه ديال الزاج، لحقاش هو باقي شويه سخون داك الحرور. نخليها كتبرد باش نديرها في القرعه ديالها، ومن الاحسن بحال هادشي ديروه في القرعه ديال الزاج. هنا انا نسيت ما قلتلكمش الملحه، ضروري شويه الملحه حتى بالنسبه للاخرى حتى هي.
درت شويه ديال الملح في الوقيته ملي كنت كنطحن، وخويت هذوك 2 معالق ديال الخل فيها. دابا نحركها هكا مزيان ونديرها في القرعه ديالها. بالنسبه لهاد الفلفله هادي واخا ما تدخلهاش للثلاجه ما كتخسرش، يعني كتبقى مزيانه، ما كيوقع لها حتى شي حاجه. ولكن الا كانت كميه كبيره ديروها في الثلاجه. انا اصلا ما كنديرش كميه كبيره، هذه غير ربعه. انا كان كيصحاب لي واش غادي تعمر ليا 2 ديال القراعي، ولكن الا عمرت لي القرعه. ولكن هاد القرعه هذه راها كبيره، يعني راها واسعه، ماشي شي قرعه ضيقه كتهز. ما عارفاش شحال بالضبط هذه كتهز، ولكن المهم راه عمرات لي هاد القرعه هذه. انا كنت موجده عفوا 2 ديال القريعات. هنا اللي حداك 2 رقات ديال سيدنا موسى وداك الضريس ديال الثومه كما قلت لك كنكونوا ماسينو. هنا اللي بغى يدير حتى الا بغيتي تزيدو حتى الحبوب ديال البزار ممكن تزيدوهم. انا ما درتهمش، يعني اكتفيت بها لان هي بصراحه لقيتها حاره. كان كيصحابني واش غادي تكون حلوه، لان في تمصيبه لقيتها حلوه. هاد المره لقيتها حاره. وملي كنوريكم بان راه الكميه زعما يلاه غادي تجيني في هاد القرعه. غادي نحط داك الطريس عفوا الضريس الاخر ديال الثومه حتى هو غادي نزيدو هنا، وديك الورقه ديال سيدنا موسى، وغنكمل عليهم الباقي صافي. نسد عليها في بالقرعه ديالها زعما صافي. كنخليها هكا في البلاكار. فوق ما كنبغي نصايب شكشوكه، زلوك، الحوت يعني، اولا شي مريقه تكون غطيبه بمطيشه كديروا معها معلقه. وهذا هنا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو زعما. هذه ديال الفلفله طريه طالعه من الريحه ديال الشويان رائعه. اجربوها يعني على حسابي، اكيد غادي زوينه. يعني الناس اللي كيبغيو الحرور، انا بالنسبه لي درت هذيك الكميه ديال المزاوت الحرور، ممكن نتوما تزيدوا، ولكن هذيك الحرور الهندي هذاك راه حار اصلا، حار هذاك وكيعطي حتى هو مذاق زوين. مهم مع الفلفله مشويه كتجي فعلا رائعه. هنا انا حطيتهم هكا زليفات باش تشوفوهم، تشوفوا اللون ديالهم، الالوان ديالهم كيجيو زوينين. بالنسبه للفلفله الطريه هذه راه منين الا سلقتوها كتعطي لون اخر، ما كتعطيش هذا اللون، وما كيكونش فيه داك الكحوله. هذيك الكحوله راه عرفتوها ديال الشويان. هنا بالنسبه للتمر الهندي كيكون عند واحد السيد في درب عمر معروف، واحد المحل ديال هاد الشيء. اي حاجه بغيتوها غابره كتلقاوها عند داك السيد في درب عمر. يعني ما عرفتش نعت لكم بالضبط، ولكن راه كاين في درب عمر واحد السيد اي حاجه غابره كتلقاوها عنده. زعما الا بغيتو ديروه، وممكن ديروها بلا به، يعني ممكن بلا ما تعوضوها بشي حاجه، غير ديروا لها هكا تشويوها وطحنوها مع الحرور داكشي. ولكن غادي ديروا فيها واحد الكاس ديال زيت العود، راه كتجي رائعه تبارك الله. وصل عن بي، والريحه ديالها كما قلت لكم زوينه مع الشويان. نتوما ديك الساعه الا بغيتو تسلقوها كيبقى لكم الاختيار. المهم الانسان كيدير شي حاجه زوينه بنينه، يعني فاش تشري الحرور من الزنقه كتصايبيه ديال الدار. وبالنسبه لهذا حتى هو ديال الفلفله اليابسه حتى هو زوين، كيبقى عندك في الدار فلما كتكوني باغا تصايبي شي حاجه كديريه يعني. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تنساوش من لي جيم من لي كومونتير. مرحبا بالجميع في القناه ديال شهيوات نجوطه. الى فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.